كلهم بيعملوا هيك. كلهم بيعملوا هيك. ذكرتني بشغلة. عزيز تعال شوي. تتذكر لما أخذت تليفوني الجديد ونطيت في المسبح؟ ماما زمان هذا الحكي، لسه هلا متذكره؟ طبعا متذكرة. تليفوني مين قال لك انه ضد المي؟ كلهم قالوا انه ضد المي. مين كلهم؟ ابل قالوا؟ الشركة اللي صنعت التليفون قالوا انه ضد المي؟ لا. شو صار بالتليفون؟ انحرق. ايش؟ مش سامعة. انحرق. يبقى ما حدا عنده حق يعطي تعليمات غير الصانع، لانه ما في حدا بيفهم بالتليفون اكتر من الشركة اللي صنعته، صح؟ واحنا نفس الشيء. مين خلقنا؟ الله هو الخالق، هو اللي اوجدنا، هو اللي ركبنا، بيعرف ايش بينفعنا وايش بيضرنا، عشان هيك في حلال وحرام. واحنا لو شغلنا عقلنا حنعرف انه دام انه الله هو اللي خلقنا، يبقى اي تعليمات عكس تعليمات الله ما لازم نهتم لها. الله الخالق خلق كل شيء من لا شيء على غير مثال سابق. ايش يعني؟ احكي لي ايش يعني. ايش يعني؟ يعني الانسان ممكن يصنع اشياء، بس في فرق كبير بين صنعة الانسان وصنعة الخالق. اولا الانسان بيصنع اشياء من مواد موجودة اصلا في الارض. الانسان ما بيخلق، الانسان بيركب اشياء على بعض، بيحول المواد من حالة لحالة. يعني لما هاجر عملت لنا الكب كيك، جابت طحينة وزبدة وبيض، خلطتهم حطتهم بالفرن. كل هاي المواد موجودة في الارض، لكن الله خلقنا من عدم. ما كان في شيء صار في كل شيء. وثانيا الإنسان ما بيجيب أفكار جديدة، الإنسان بيقلد أشياء شافها استلهمها. قلدنا الحوت وصنعنا الغواصة، قلدنا العين وصنعنا الكاميرا، حتى تناسق الألوان تعلمناه من خلق الله. أما الله سبحانه وتعالى خالق بديع، خلق كل شيء على غير مثال سابق. كل مخلوقاته بديعة جديدة لا تشبه شيء قبلها سبحانه. والإنسان صنعته بتتطور. أول سيارة بنزين كيف كان شكلها؟ المحرك من برا وعجال حديد أقصى سرعتها 16 كيلو. بعدين اتعلمنا وجربنا وغلطنا لغاية ما وصلنا للسيارة هلأ، ولسه حتصير أحسن. صح، بس الله بيخلق عن علم وتقدير، لا بيغلط لا بيجرب سبحانه. عشان هيك جسم الإنسان هلأ هو نفسه قبل 200 سنة، هو نفسه لما خلق سيدنا آدم، نفس التركيبة، نفس الأعضاء. بعدين خلينا نحكي عن نوعية الصنع. ضوء، الإنسان اخترع ضوء، بضوي غرفة وبعد شهرين بينحرق. بس ربنا لما خلق الضوء خلق الشمس بتنور نص الكرة الأرضية وشغالة بقالها ملايين السنين ما خربت. هذا خلق الله. شوفوا المصانع اللي بيبنيها الإنسان، وشوفوا المصانع اللي خلقها ربنا. شوفوا هذا مصنع حليب، وهذا مصنع عسل وشمع، شكل جميل لطيف بدون تلوث بدون إزعاج. فتبارك الله أحسن الخالقين. والله خالق وخلاق كثير الخلق، يخلق خلقا بعد خلق. تعرف كم عدد أنواع الكائنات الحية؟ 8.7 مليون نوع، صنف، من نباتات على رخويات على شوكيات على حشرات على طيور على حيوانات. وكل هالمخلوقات مخلوقة بدقة بإتقان، سواء المخلوقات الكبيرة أو حتى الصغيرة. يعني البعوضة مثلا، أول شيء في 3000 نوع من البعوض. البعوضة عندها إبرة صغيرة بتغزها بجسمك. هاي مو إبرة واحدة، هاي 6 إبر، 2 منهم زي المنشار عشان ما نحس فيها، و2 منهم عشان يفتحوا الجلد، وواحدة بتمص الدم، وواحدة بتنزل مادة تخفف فيها دمك لأنه دمك تقيل. أنا دمي تقيل؟ مش قصدي أنت دمك تقيل، كل الناس دمها كل تقيل. الناس دمها قصدي الدم نفسه تقيل، فالبعوضة بتخفف الدم عشان تقدر تمصه. وعلى فكرة هلأ عم بيقلدوا إبرة البعوضة عشان يعملوا إبرة ما بتوجع. طب بالله عليك بعد كل هذا جاي تقول لي كلهم بيقولوا مش مشكلة؟ مين هم كلهم؟ مين اللي يحكي بعد ما الله يحكي؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ماما ممكن تليفونك؟ يا ويلك إذا وقعتي. حتعمل فيديو تفضحك.